افتح معي نافذة اليوم على دروب الحياة من كل يوم لا نور الضياء. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست نوافذ على الحياة. اليوم نفتح نافذة على موضوع بالغ الأهمية والحساسية، موضوع يثير الكثير من النقاشات والتساؤلات في مجتمعاتنا: استقلالية المرأة عن الرجل. ما يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم كعادتنا الأستاذ محمد ليشاركنا رؤاه. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك أستاذة، وشكرا على الاستضافة الكريمة. أستاذ محمد، السؤال اللي بيطرح نفسه بقوة هو: هل استقلالية المرأة عن الرجل ضرورة ملحة في عصرنا الحالي؟ أم إنها قد تتجاوز الحدود الطبيعية للعلاقة بينهما، خاصة إذا ما نظرنا إلى أن الرجل هو المسؤول والقائم بشؤون المرأة في كثير من الأحيان؟ سؤال جوهري بالفعل. دعيني أبدأ بالفوض. إننا عندما نتحدث عن استقلالية المرأة فإننا لا نقصد بالضرورة الانفصال التام أو العداء بين الجنسين، بل يمكن أن تعني القدرة على اتخاذ القرارات الشخصية، تحقيق الذات، امتلاك مواردها الخاصة، والمساهمة الفاعلة في بناء المجتمع. نقطة مهمة جدا، فكثيرون قد يفهمون الاستقلالية على أنها ابتعاد أو انفصال. بالضبط. في ثقافاتنا درجة العادة على أن الرجل هو المعيل، الحامي والمسؤول عن المرأة، سواء كانت ابنة، أختها، زوجة أو أمها، وهذا الدور بلا شك يحمل في طياته الكثير من النبل والتضحية. لكن هل يتعارض هذا الدور مع سعي المرأة نحو الاستقلالية؟ هذا هو مربط الفرس. خلينا نفصل أنواع هذه الاستقلالية. الاستقلالية على أنها أنواع. أولا، الاستقلالية المادية. هل من الضروري أن يكون للمرأة دخلها الخاص؟ البعض يرى أن وجود دخل مستقل يمنح المرأة حرية أكبر في الاختيار ويقلل من اعتمادها الكلي على الرجل، مما يعزز من كرامتها وثقتها بنفسها. وهذا لا يعني أنها لا تقدر دعم الرجل، بل هو يضيف بعدا جديدا لعلاقتها به، مبنيا على الشراكة والاحترام المتبادل بدلا من التبعية. وعلى الجانب الآخر يجب ألا نغفل أن المرأة التي تفضل عدم العمل خارج المنزل وتتفرغ لتربية أبنائها وبناء أسرة سوية هي في الحقيقة تمارس نوعا عميقا من الاستقلالية في اتخاذ القرار. إنها تختار المسار الذي تراه الأنسب لها ولأسرتها، والذي تراه الأكثر فائدة للمجتمع على المدى الطويل. دور الأم المربية التي تقوم برعاية أبنائها بنفسها بدلا من الاعتماد الكلي على الحضانات هو دور لا يقدر بثمن. هذا الدور ليس أقل شأنا من العمل خارج المنزل، بل هو مهمة نبيلة وأساسية في بناء أجيال واعية وسليمة نفسيا واجتماعيا. هذه المرأة باختيارها هذا لا تتخلى عن استقلاليتها، بل تمارسها بأسنى صورها، وتساهم في غرس القيم والمبادئ التي تضمن استقرار الأسرة وتقدم المجتمع. هذا منطقي جدا، فالعوز غالبا ما يقيد الخيارات وكذلك الخيارات الواعية في الحياة. ثانيا، الاستقلالية الفكرية والعاطفية. هل يحق للمرأة أن يكون لها آراءها الخاصة، أحلامها وطموحاتها التي قد تختلف عن رؤية الرجل؟ بالتأكيد. الاستقلالية الفكرية تعني قدرة المرأة على التفكير النقدي، اتخاذ قراراتها بناء على قناعاتها، وتحديد مسار حياتها بنفسها. وهذا يثري العلاقة الأسرية والمجتمعية ككل، فالمجتمعات لا تنهض إلا بتفعيل طاقات جميع أفرادها رجالا ونساء. هذا يفتح آفاقا واسعة للمساهمة المجتمعية. وماذا عن اتخاذ القرار؟ ثالثا، الاستقلالية في اتخاذ القرار. هل يجب أن يكون للمرأة صوت مسموع في القرارات المصيرية التي تخصها وتخص أسرتها؟ عندما تكون المرأة شريكة في اتخاذ القرارات فإنها تشعر بالانتماء والمسؤولية وتساهم بفعالية أكبر في نجاح الأسرة والمجتمع. ولكن ألا يلغي هذا دور الرجل ومسؤوليته التي تحدثنا عنها في البداية؟ إطلاقا. فالمسؤولية التي يتحملها الرجل تجاه المرأة هي مسؤولية شرعية وإنسانية، تهدف إلى توفير الحماية والدعم
الاستقلالية لا تعني التنصل من هذه المسؤولية، بل يمكن أن تكون سببا في بناء علاقة أكثر صحة وتوازنا. فالمرأة المستقلة الواثقة من نفسها القادرة على المساهمة هي شريكة أفضل وأكثر فعالية في بناء الأسرة والمجتمع. هي ليست عبئا، بل هي سند وعون. إذن المشكلة ليست في المسؤولية نفسها، بل في كيفية فهمها وتطبيقها. بالضبط. هل المسؤولية تعني الوصاية التامة ومنع المرأة من التطور والنمو؟ أم إنها تعني توفير البيئة الآمنة والداعمة التي تمكن المرأة من تحقيق إمكاناتها الكاملة؟ في النهاية العلاقة بين الرجل والمرأة يجب أن تكون علاقة تكامل وشراكة، لا علاقة تبعية وهيمنة. الاستقلالية لا تعني أن المرأة لا تحتاج الرجل ولا أن الرجل لا يحتاج المرأة، بل تعني أن كل طرف يقف على قدميه، يمتلك مقوماته الخاصة، ثم يختار أن يبني علاقة قوية ومستدامة مع الآخر مبنية على الاحترام المتبادل، التقدير والشراكة الحقيقية. كلام عميق جدا أستاذ محمد. يبدو أن استقلالية المرأة بهذا المعنى ليست ترفا أو تمردا، بل هي ضرورة لنهضة المجتمعات وتقدمها. تماما. فمتى ما كانت المرأة طوية واعية ومتمكنة كان المجتمع بأكمله أقوى وأكثر ازدهارا. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد على هذا الطرح الشامل والثري. شكرا لك أستاذة، وشكرا للمستمعين الكرام. شاركونا آراءكم وتساؤلاتكم. إلى اللقاء في حلقة قادمة من نوافذ على الحياة.